خاص يعني كل ما أتذكر الساعة 2:30 لحد الآن إلا أثر في داخلي إنه الساعة 2:30 إنه وقت اعتقال محمد. يعني اسمي براء عصام رعبة، زوجة الأسير محمد نايف بركات، مواليد 1990 طول كرم. درست في جامعة فلسطين التقنية خضوري تخصص التربية التكنولوجية. تقدم محمد لخطبتي في سنة 2013، طبعا كنت فخورة جدا به. هو كان من زينة الشباب اللي ضحوا في أعمارهم في حياتهم في سبيل الله. طبعا هو كان حكمه 25 سنة، أمضى 12 سنة في السجن، ولكن الحمد لله تم تحريره في صفقة وفاء الأحرار مقابل الأسير جندي شاطر. كان أهلي يقولوا لي دائما إنه براء ما راح ترتبط إلا برجل يعني غير عادي. سبحان الله طبعا كان رجل غير عادي، كان له حال مع الله ومع القرآن مع كتاب الله، حال مع الذكر والتفكر في مخلوقات الله. كنا عايشين حياة سعيدة جدا الحمد لله. كان من جمالها ومن خشوعها إنه كنت أحسها مثل حياة الصحابة. الحمد لله ربنا أكرمنا وقعدنا مع بعض 7 أشهر، لكن بعد 7 أشهر تفاجأنا أن هناك في حملة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار. تم إعادة اعتقال زوجي مع 56 واحد من محرري الصفقة، وتم إعادة الأحكام لهم. طبعا يوم ما إعادة الحكم كان بعد 1.5 سنة، كان يوم صعب جدا، كان يوم 11/3/2015. كان يوم ميلادي، واتصل علي يوميتها المحامي بقول لي انه تم اعاده الحكم لمحمد، انه هو امضى 12 سنه، عليه انه يكمل 13 سنه حتى يتم 25 سنه في السجن. ليلتها كنا سهرانين عند دار عمي وكنا مبسوطين، حتى ايامها محمد حكى لحماتي قال لها انه اعطينا متحفة الكسى عشان نعمل فيها ان شاء الله برمضان. فانه كان انه كنا بنحضر رمضان، كان ضل 2 أسبوع رمضان، فروحنا وكنا تعبانين نمنا مباشرة. صحينا فجأة على 2:30 يعني صوت انه في تفجير الباب، وفجأة ما شفناهم الا على باب غرفتنا. طبعا أصعب لحظات زوجة الأسير هي لحظة الاعتقال، لكن أؤكد على معنى مهم، هي معنى الصبر عند اللحظة الأولى. هذا مما يثبت زوجة الأسير. ومن أصعب اللحظات اللي مرت علي في سنين الاعتقال هي اللحظة اللي أخبروني فيها إنه زوجي أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخلت جرثومة على جسمه، فتحوصلت على الكبد وعملت كتلة. فأيامها حكوا لي إنه سيتم نقل محمد إلى مستشفى سجن الرملة وعلاج هناك. طبعا أمضى 2 شهر كنت لا أستطيع التواصل معه، لا أستطيع الاطمئنان عليه، ولا أستطيع سماع صوته. محامين كل 2 أسبوعين يوصلوا لي سلامات منه، أما يعني من أصعب اللحظات إنه ما كنت عارفة أكون بجنبه ولا أطمئن عليه. أهم معنى بصبرني هو معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى، هذا أهم معنى عندي. أيضا احتواء أهلي إلي، واحتواء بيت عمي دار حماية الله يرضى عليهم، وحب واقتناعي أصلا بطريق زوجي، واحتسابنا للأجر أنا وياه، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الأجر. أيضا حبي الشديد لزوجي محمد وحبه الشديد لي، هذا يعني معمر قلوبنا بالمودة والسكينة، وهذا مخفف علينا هي الأيام كلة التواصل وصعوبات الحياة والهمومها.